رامز جلال شكله شاف الفيديو تبعي وقال والله معاه حق عبو، خلاص راح اعتزل. وانا بقول لك يا رامز انا معك في هذا القرار، لانه زي ما قلت لك الافضل انك تعتزل بالقمه احسن من تعتزل انك نزلت. انك نزلت وخلصت ومش عارف ليش الناس لسه بيحضروك، وجاب برنامج ورامز جاب من الاخر هذا 1.5 مليار مشاهده، ما بعرف على ايش خليت الناس تبطل تحضر يوتيوب عشان اشي بخزي. وانا بكره رامز لانه بضارب علي يا جماعه الخير، فايت علي بالسوق تبعي. فهل رامز جلال اعتزل عن جد ولا حكي جرايد؟ وفي الآخر بتمنى تكونوا ضحكتوا من قلبكم، وقبل ما انسى عايز اقول لكم بحبكم. اعتزال رامز جلال برامج المقالب. اهلا بيك في فيديو جديد على قناة رمضان يجمعنا. لا انت قصدك رامز بجمعنا، انت كل رمضان بتهوس عرفنا برامز يا زلمه. يعني اذا رامز اعتزل المقالب يا حبيبي وين راح المحتوى؟ بكل رمضان لازم يحلبوا والله يا جماعه الخير، حلب مش طبيعي. هو فاتح قناته على اساس انها للمسلسلات الرمضانيه يعني، بس هي بالحقيقه لرامز. طبعا انتشرت اخبار كتيرة جدا في خلال الساعات الاخيرة باعتزال رامز جلال لبرامج المقالب، وان برنامج رامز جاب من الاخر فهو اخر برنامج لرامز جلال. طبعا مصادر الاخبار دي ايه وايه حقيقة الكلام ده هقول لك عليه. اولا كده رامز جلال لما قدم لنا برنامج رامز جاب من الاخر، فالبرنامج ده حقق شعبية عالية جدا في كل انحاء الوطن العربي. انا توقعت هاي السنة تكون فكرة ابداعية يا رامز، بس صراحة طلعت فكرة بتخزي زي السنوات اللي قبل، ولا اشي تغير. بس الفرق انكم صرتوا تدفعوا ضعف اللي بتدفعوه على الحلقة العادية، صرتوا تجيبوا فنانين 2 بس يخبطوا ببعض ويقعوا بالمي، ورامز قاعد مطي. بس هذا هو البرنامج تبعكم، حكي فاضي. وطبعا مع ازدياد شعبية رامز جلال في كل انحاء الوطن العربي، فكل الناس لما شافت خبر اعتزاله المقالب، عموما الكلام ده طلع على التيك توك ان هو اعتزل المقالب. حقيقة الكلام ده ايه؟ حقيقة الكلام ده انه غير صحيح. رامز جلال مكمل معانا وهيقدم سيزون جديد في 2025. طبعا الاخبار يس الحمد لله ياي في لسه في محتوى في كمان سنتين نقدر نحلب رامز فيه. اللي طلعت على التيك توك دي مجرد اشاعات، وطبعا في ناس كتيرة جدا مصدقه الكلام ده وصدقت للاسف. ولكن اقول لك واعيد عليك تاني ان رامز جلال ما اعتزلش البرامج، ولو كان اعتزل البرامج كان وضح لنا الكلام ده في اخر برنامج ليه او في اخر حلقه اللي قدمها لنا اللي هي الكواليس. ولكن رامز جلال ما وضح لناش الكلام ده، وكل اللي طلع على التيك توك ده مجرد اشاعات. رامز جلال برنامج رامز جاب من الاخر كسر الدنيا حرفيا والله لا كسر الدنيا ولا شيء، بس هو الموضوع انه خلص اتعودوا الناس كل سنه انه رمضان شهر رمضان كنا صايمين، هسه مش صايمين. شو مالك عم انه رامز يكون على الشاشه بس، هذا هو الموضوع وما في. فرامز لا كسر الدنيا، ورامز فكراته بتخزي، ورامز برامجه بتخزي، وحلقاته بتخزي، ولون شعره بخزي كمان. حقق اكتر من 1.5 مليار مشاهده على حسابات الفنان رامز جلال على تويتر وانستجرام وكمان يوتيوب وكمان تيك توك. رامز جلال كسر الدنيا ببرنامج رامز جاب من الاخر، فاستحاله ان هو يعتزل برامج المقالب. والله لا كسر الدنيا ولا شيء يا زلمه، بس هو الموضوع بالفلوس. الناس مكيفه قاعده بنضحك عليها وبحضروا كل سنه زي المهابيل، ورامز بلم فلوس وبرجع بنزل عمص. فبرامج رامز والله ما بتستاهل تجيب 1,000,000 مشاهده، والله ما بتستاهل تجيب 500,000 مشاهده يا زلمه. واقول لكم شغله، مش رامز عقده بنتهي مع MBC بسنه 2026، راح يظلوا مستمر عبين ما يموت. طول ما هو الموضوع فيه فلوس راح يظلوا مستمرين. MBC مصر والله لو MBC مصر يروح برنامج رامز غير تفلس. قد ما بتحط اعلانات بين كل 5 دقائق بتجيب لك 5 دقائق من رامز نص ساعه اعلانات، وبتقول لي راح يعتزل. انا شكلي راح اعتزل، رمضان خلص ومش ضايل شيء على العطله الصيفيه، وانا لسه مش جايب 2000 مشترك. كيف بدي اجيب 100,000 قبل نهايه السنه؟ شكلي راح ارجع انزل شورتس، بس مش راح اوقفه. رمضان خلص، وبوعدكم ان راح تشوفوا اشي اسطوري من بعد هسه. رمضان ما كانش فيه وقت، ما كانش فيه مشاهدات، بس هسه برنامج عبود هيكسر الدنيا. وبس نكون وصلنا نهايه الفيديو، اراكم في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.